السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ أخباركم؟ عساكم بخير يا ربي. ورجعت لكم فيديو جديد وإن شاء الله يعجبكم. وهاي هنايا بنتي قالت خلي ماما أنا مكانك اليوم أحضر الريوق. صبت شاي ورات الحليب قالوا لها نص حليب نص شاي وقامت تحضر. هاي هنا ورا ما حضرت الريوق وتريقنا وقامت خطية تغسل المواعين، وطبعا هي مصورة الفيديو وقالت ماما هاي بس تكملي الغدا أني أكمل البيت كله. هاي هنا غسلت مواعين الريوق ونظفت المطبخ. خلصت شاطرة. هاي هنا راحت على بيتها معزلته، خلصت المطبخ وطلعت رتبت الغرفة، وهاي غرفتها مرتبتها. تقولكم مسحت الأخشاب وقامت تبخر. أنا جيت أسوي غدا، قالت تكملي الغدا وأني أكمل البيت، والحمد لله والشكر نتعاون وخلصنا. حتى بخرت ألعاب أخواتها. هاي غرفة أخوها مبخرتها وهم منظفتها. هاي أنا جيت أسوي بوقتها حمصة اللحم والثوم والبصل، الثوم والبامية. داس حق هواي آسفة. حمستهم كل زين، كنت سالقة اللحم أني على صفحة وحمستهم، وبعدين درت المعجون ما كفت الجدرية درتها بجدرية لخ. وهاي هنايا سويت الشعرية همينة، قالوا أوريك شعرية شوية عالتمة، خليت شعرية وشوية كشمشة من فوقاها يحبوها. وهاي هنايا العصر ورا ما تغدينا بلشت أسوي الكليشة، بس الفرن مالتي مال الطباخ كلش ناصي، فاضطريت رحت اشتريت طباخ على مود الفرن. تمر وجوز هند. ضوجني الطباخ جان ناصي، عاد رحنا جبنا واحد جديد. هاي بيضاية ونسكافيه، يعني هاي القهوة السريعة الذوبان شوية خليه، كلش حلوة تعطي لمعة للكليجة. بس جيت مستعجلة حتى ما صورت لكم الكليجة من ستوته لأن رحت جبت طباخ.
فأفضل ما تقول أن تقول رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان الله، كلمة يسيرة، ولربما يكون الوالد أو تكون الوالدة الآن في قبرها وهي أحوج منك إلى دعوة. البر أصدق ما يكون بعد الموت، لأنك لا تحابي ولا تجامل. وجرب يعني من الأمور الكريمة الطيبة التي يعني وجدنا من آثارها الحميدة وعواقبها الحميدة خيرا كثيرا، كثرة الدعاء للوالدين بعد الموت، فإنه قد يكون في كربة وفي ضيق من ضيق القبر ينفسه الله عنه بدعائك بفضله سبحانه ثم بدعائك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. فتذكر لو أنك أنت الميت ما فتر لسان الوالد ولا فتر لسان الوالدة عن الدعاء لك، فلا تشغلنك الدنيا عن والديك. وما الذي تخسر وأنت جالس تقول رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا؟ تسأل الله لهما أن ينور القبر وأن يهون عليهم القبر وأن يهون عليهم الحساب، وتسأل لهم من الدعوات. والله ما ذكرتهم بدعوة صالحة وهم الآن في ظلمة القبور وضيق القبور إلا سخر الله لك من يدعو لك كما دعوت لهما. خاصة الأم فإن حقها كبير وفضلها كبير. قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. كثرة الدعاء للوالدة والترحم عليها، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم سامحها، اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحمها، اللهم تب عليها، اللهم سامحها، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة.